في يوم من الأيام كان في شلة أصدقاء متعودين يجتمعوا كل خميس في بيت واحد منهم. كانوا قاعدين يتكلموا عن كل حاجة من شغلهم لحد حكايات الرعب. واحد منهم اسمه عادل كان دايما يخوفهم بحكاياته عن الأرواح والشياطين. قال لهم: يا جماعة، في حكاية حصلت لي وأنا راجع من الشغل في الليل. الكل بقى مركز معاه. عادل كمل: كنت ماشي في الشارع الفاضي والجو كان ساكت جدا. فجأة حسيت بشيء ورايا. لما بصيت ما لقيتش حد. قلبي بدأ يدق بسرعة لكن مشيت. وبعد شوية حس إنه في حد بيجي وراه، لكن كل ما بص وراه ما كانش في حد. فكر إنه واحد في خيال، لكن الإحساس كان قوي. قرر يسرع الخطى، لكن كل ما يمشي أقوى. وصل لشارع مظلم لها جرسة غريبة. بص على اليمين، لقى شبح بوجهه مش ملامح، بس عيونه كانت متلقلقة في الظلام. عادل اتجمد في مكانه. الشبح قرب منه كأنه عاوز يقوله حاجة. عادل حاول يجري، لكن الشبح حصره. في اللحظة دي صاحبه سامي قال: يا عادل، انت بتقول ايه؟ عادل اتنبه وقال: لا، ده حصل بجد. لكن الكل ضحك عليه واعتبروا انه بيبالغ. بعدها قرروا يروحوا يشتروا حاجات من السوبر ماركت في الطريق. اتكلموا عن الشبح، وواحد منهم قال: طب لو شفناه هنعمل ايه؟ كل واحد قال فكرة، لكنهم كانوا خايفين. واثناء ما هم ماشيين حسوا ان الجو بدأ يبرد والريح بقت غريبة. وفجأة لقوا نفس الشبح اللي شافه عادل. المرة دي كان واضح أكتر. الشبح كان لابس أبيض وشعره طويل وعيونه عكس ضوء غريب. الكل اتجمد ومنهم من بدأ يجري، لكن عادل قرر يواجهه، يمكن عشان يحل اللغز. قال: انت عاوز ايه؟ الشبح بص له وبدأ يهمس بصوت منخفض: عادل، ساعدني. كلهم اتخضوا، لكن عادل كان مصمم انه يعرف. سأل: ازاي اساعدك؟ الشبح قال: في حاجة في المكان ده لازم تتحل. انا مش مرتاح زي ما الشبح بيحذره من حاجة. قرر انه يروح المكان اللي حصل فيه الحدث. لما وصلوا المكان لقوا قدامهم مقبرة قديمة. الكل خاف، لكن عادل قال: لازم نشوف. بدأوا يحفروا شوية ولقوا صندوق قديم. لما فتشوه لقوا فيه رسائل مكتوبة ووصية لشخص مات في الحادثة. الشبح ظهر تاني، لكن المرة دي كان شكله مختلف. ابتسم لهم وقال: شكرا، دلوقتي أنا مرتاح، واختفى. بعد الحدث ده الشلة قررت إنهم ما يخافوش من أي حاجة تانية، لأنهم عارفين إن في حاجات في الدنيا بتحتاج مساعدة حتى لو كانت أرواح. ومن ساعتها كل خميس يجتمعوا مع بعض، بس من غير قصص رعب. بس في كل مرة يخرجوا فيها كانوا دايما يحسوا بوجود شيء غريب وراهم، لكنهم كانوا فاهمين إنهم مش لوحدهم.